بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد بنحاول نرد فيه على أهم أسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت القناة. لو المحتوى يهمك، محتاج معلومة في ترخيص المرور، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. نصر طنطاوي بيسأل: دلوقتي أنا كنت محبوس، كان معايا رخصة قيادة مهنية درجة ثالثة وعاوز أجدد رخصة القيادة، فايه المطلوب؟ وكده الفيش هيطلع فيه سبقة. فبنقول اذا كان الحكم القضائي عدى على التنفيذ 3 سنين، فحضرتك هتجدد الترخيص على طول وفقا لقانون المرور والاعفاء التنفيذي. طيب الحكم القضائي ما عداش عليه ال3 سنين، حضرتك بتقدم الفيش للمرور اللي انت هترخص فيه. المرور بيعمل عليه مذكرة او جواب لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن اللي حضرتك تابع ليها، وإدارة البحث هي اللي بتحدد حضرتك ممكن تجدد ترخيص رخصة القيادة المهنية ولا لا، على ضوء التحريات اللي بتعملها وعلى ضوء سمعتك في المكان اللي انت مقيم فيه، وتشوف مصدر دخلك الوحيد ان انت تشتغل سواق. في اعتبارات واجراءات بتتعمل من إدارة البحث عشان تدي الموافقة او رفض على تجديد رخصة القيادة طالما الحكم القضائي اللي على حضرتك ما عداش عليه 3 سنين. تمام؟ طيب أنا كان عندي حكم قديم أو سابقة طلعت في الفيش، سابقة قديمة، ونفذت الحكم بالفعل وعدى عليه 3 سنين، بس الحكم ما اتشالش على الحاسب الآلي وطلع في الفيش. زي ما قلنا إن أنا يجوز إن المرور يجدد الترخيص من تلقاء نفسه طالما أن عدى على التنفيذ 3 سنين تاريخ خروجك. الحالة ديت بتجدد الترخيص عادي، مفيش مشكلة. زي ما قلنا ما عداش ال3 سنين، يبقى بنخطر أو بنستطلع رأي إدارة البحث الجنائي نحو تجديد الرخصة المهنية من عدم. تمام؟ في حد تاني بيسأل: كنت مجند في القوات المسلحة بس خدت شهادة الخدمة العسكرية رضيئة، فهل دي هتأثر في استخراج الرخصة المهنية بعد كده ولا لأ؟ فبنقول يشترط قانون المرور او التعليمات المنظمه لاجراءات التراخيص في المرور لم تشترط درجه معينه في شهاده الخدمه العسكريه، يعني سواء كانت شهاده الخدمه العسكريه قدوه حسنه او جيد جدا او جيد او رضيئه. المهم حضرتك اديت الخدمه العسكريه او عفيت نهائيا منها، يبقى حته ان شهاده الخدمه العسكريه رضيئه دي مش هتمنعك انك تطلع رخصه قياده مهنيه. تمام؟ مصطفى عبد الله بيسال: دلوقتي والدي كان عنده مكتب رحلات داخليه، السجل التجاري كان نشاط فردي ووالدي توفاه الله، ازاي ارخص العربيات باسم الورثه، وازاي والاجراءات اللي هتتم عشان ارخص العربيه تاني واستمر بنفس النشاط اللي هو مكتب رحلات داخليه. فبنقول حضرتك هتعمل شركه ما بينك وبين الورثه اللي موجود اساميهم في اعلام الوراثه. عملنا عقد الشركه وان حضرتك المدير المسؤول عن الشركه وله وحده حق الاداره والتوقيع، بتطلع بعد الشركه توثقه وتطلع السجل التجاري والضرائب العامه. عملت السجل التجاري باسم الشركه، طبعا السجل التجاري مش هيطلع باسم ورثة المرحوم فلان الفلاني، هيبقى السجل التجاري باسم الشركة، شركة كذا فلان وشركاء، وحضرتك المدير المسؤول ولك وحدك حق الإدارة والتوقيع باسم الشركة. طلعت السجل التجاري، عملت البطاقة الضريبية. طبعا النشاط في السجل والبطاقة الضريبية بيكون مكتب رحلات داخلية فلان الفلاني وشركاء، او السمة التجارية على حسب السمة اللي حضرتك بتختارها. بتقدم على رخصة المحل التجاري، طلعت رخصة المحل التجاري او جبت جواب من الصندوق الاجتماعي انك جاري في استخراج الرخصة، بتنقل العربيات او بترخص العربيات بالاسم الجديد وتعرف المرور. طبعا المرور من تلقاء نفسه طالما النشاط فردي هيعرف ان حضرتك هترخص باسم الورثة بموجب العقد اللي انت عملته والشركه الجديده اللي انت نشاتها المكونه او اللي اعضائها هم جميع الورثه. تمام؟ يبقى تحتاج السجل التجاري
البطاقة الضريبية رخصة المحل، ووفقا المادة 245 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، مباحث المرور بتعمل عليك تحريات حول جدية النشاط واستمراره بصفة مكتب رحلات داخلية. بياخدوا منك الورق ده زي ما قلنا صورة من السجل، صورة من البطاقة الضريبية، ويحدد لك ميعاد، وصورة من رخصة المحل، يحدد لك ميعاد يجي يعاين المكان وشوف المكان يصلح انه يكون مكتب رحلات داخلية من عدمه. خلصت الموافقة بتجيب جواب النقل البري بممارسة نشاط رحلات داخلية أو نقل ركاب، وبناء على الكلام ده كله بتفحص وتجدد الترخيص وتنقل الملكية باسم الشركة الجديد اللي هي مكونة من جميع ورثة المرحوم مذكورة أسمائهم في السجل التجاري. السيد طاحون بيسأل دلوقتي أنا المهنة في البطاقة عامل عادي وعاوز أطلع رخصة قيادة، ينفع أطلع رخصة قيادة على طول بدون المؤهل ولا لا؟ فبنقول وفقا للمادة 35 من قانون المرور شرط من شروط استخراج رخصة القيادة سواء كانت رخصة مهنية أو رخصة خاصة أو رخصة جرار زراعي أو قيادة موتوسيكل إن أنا يكون معايا مؤهل دراسي أو شهادة إتمام مرحلة دراسية. إتمام مرحلة دراسية يعني إيه؟ مرحلة ابتدائية، مرحلة إعدادية، مرحلة ثانوية، كلية، أو المهنة في البطاقة مذكور فيها إن أنا حاصل على مؤهل كذا. تمام؟ طب المهنة في البطاقة عامل عادي ينفع أطلع رخصة زي ما قلنا، بتجيب مؤهل دراسي حضرتك ما تكونش محتاج ليه، ابتدائية، ثانوية، إعدادية، دبلوم، أي مؤهل دراسي عندي. تمام؟ طب أصل المؤهل الدراسي أنا محتاجه، في الحالة ديت هتطلع مستخرج أو بيان نجاح من الإدارة التعليمية بالمؤهل اللي أنت حاصل عليه. بس المستخرج دوت المرور الأول قبل ما بيرخص لك بيستعلم عن صحته. الاستعلام ده بياخد وقت، يبقى الأفضل والأسرع إن حضرتك تعمل بطاقة حاصل على المرور، بياخد منك صورة من المؤهل وصورة البطاقة على المؤهل الجديد، على المؤهل اللي حضرتك حاصل عليه، ويطلع لك رخصة القيادة. إنما هتقدم مستخرج رسمي أو بيان نجاح، المرور هيبعت عن الاستعلام عن صحته الأول ومش هترخص أو مش هتطلع رخصة القيادة إلا لما يجي الرد على الاستعلام. نتمنى إن احنا نكون أجبنا على جزء من أسئلة حضراتكم، وفي انتظار المزيد والمزيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.